السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. معاكم نهلة سلمان. النهاردة هعمل معاكم البيتي فور بطريقة كويسة جدا وسهلة جدا وبسيطة، وطعمه بيدوب في البق دوب. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدوسوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا جرس الاشتراك للكل علشان يوصل لكم كل جديد. وتابعوني على قناتي على الفيسبوك اسمها مطبخ الندى للأكلات والحلويات مع نهلة سلمان، تلاقي فيها فيديوهات كتير إن شاء الله هتعجبكم. ويلا بينا نروح نشوف الطريقة والمقادير. أول مكون معانا وهي الزبدة. معايا نص كيلو زبدة بدرجة حرارة الغرفة، حطيتها في التلاجة لمدة 10 دقايق وطلعتها تاني، يعني ما تكونش جامدة أوي. هضربها بالمضرب الكهربي حوالي 5 دقايق. بعد كده هحط المكون التاني واللي هو السكر البودر، لازم يكون بودر يا جماعة ويكون منخول. هحط 130 جرام من السكر البودر، بالكوبايات حوالي كوب من السكر البودر. بعد ما ضربت السكر مع الزبدة حوالي 5 دقايق كمان، هبدأ ان انا احط البيض. انا هستخدم 3 بيضات للوصفة دي. انت ممكن تستخدمي 3 صفار بيض او 2 صفار بيض وواحدة بيضة كاملة. ومش هنحط البيض كله مرة واحدة، هنحط بيضة بيضة ونضرب حوالي دقيقة ونحط عليها كيس فانيليا. مع كل بيضة حطي كيس فانيليا أو كيس ونص فانيليا عشان بس زفرة البيض. وآخر بيضة حطيتها هحط معاها ريحة السمنة البلدي. أنا بحب أجيب الريحة دي أحطها مع الحلويات أو كحك العيد، أي حاجة بعملها لحاجة العيد بحب أحطها فيها، تديلها نكهة حلوة أوي. وضربت حوالي 5 دقايق لحد ما بقى الخليط بتاعي عامل زي الكريمة بالطريقة دي. اضربي على قد ما تقدري لحد ما يكون هش ويكون لونه أبيض. بعد كده هحط الدقيق بتاعي، ممكن تحطيه على مرتين، ممكن تحطيه مرة واحدة، مفيش مشكلة، كده أو كده عادي. هحطه وأبدأ أدخل المكونات كلها في بعض. ما تنسوش تبقوا تحطوا رشة بسيطة جدا من الملح على الدقيق. وزن الدقيق 500 جرام، زيه زي الزبدة. وزن الزبدة زي وزن الدقيق بالظبط. هتلاقي العجينة معاكي بتلزق في ايديكي، هي عجينة البيتي فور بتلزق شوية. بعد ما اخلص عجن وادخل المكونات كلها في بعض، هغطيها واحطها في التلاجة حوالي نص ساعة. ده لو الجو حر احطها في التلاجة، اما لو الجو ساقعة في شهر من الشهور اللي الجو فيه بيبقى ساقعة جدا، هسيبها بره التلاجة تستريح بس كده يجي ربع ساعة. في حال لو الجو حر طبعا بنحطها في التلاجة علشان تتمسك شوية كده وتبقى كويسة معانا. بعد ما العجينة استريحت، بجيب الصاج اللي انا هدخله الفرن. طبعا ببقى مشغلة الفرن مسخناه على درجة حرارة 180 درجة، يعني يعتبر درجة الحرارة بتبقى متوسطة، ولا عالية قوي ولا هادية. الصاج بتاعي بدهنه دهنة بسيطة بالزيت، لازم تدهنيه علشان ما البيتي فور بتاعك ما يلزقش في قلب الصاج. شايفين العجينة شكلها جميل قوي، ودي المكنة بتاع البيتي فور. هتلاحظوا ان العجينة ما عادتش بتلزق زي ما كنا بنعجنها. لما احنا حطيناها في التلاجة استريحت شوية، بدأت انها تجمد معانا. وممكن لو انت خدت وقت كتير على ما تخلصي البيتي فور، كل ما تعملي صاج تحطها شوية في التلاجة تتمسك شوية، وبعد كده تشتغلي تاني في الصاج اللي بعده. ده لو الجو حر قوي يعني. حطيت العجينة في مكنة البيتي فور، وهاخد الشكل اللي انا عايزاه. فيها اشكال كتير جدا، تحبي اللي انت عايزاه تعمليه بيها اعمليه. انا خدت الشكل ده وهبدأ أشكل بيه البيتي فور. معلش اعذروني بس على نبرة صوتي لأني تعبانة شوية. المكنة بيبقى فيها تعملي حجم البيتي فورة صغيرة أو كبيرة، يعني خلي بالك من الموضوع ده لأن ممكن تعمليها كبيرة. الأفضل إنك تعملي البيتي فور على حجم صغير قوي. شكل البيتي فور جميل، هي بتدوخك شوية في عمايلها في الأول، بعد كده لما بتاخدي على العمايل المكنة بتشتغل معاك وبتبقى زي الفل. الواحدة اللي تعمليها وتلاقيها كبيرة شوية أو نازلة مش مظبوطة، شيليها وحطها في العجين، مش هيجرى لها أي حاجة. المهم ما تعمليش حاجة أي كلام، عشان زي ما انت هتعمليها هتطلع لك. جبت صاج تاني ومسحته مسحة صغيرة كده بالزيت من تحت علشان البيتي فور بتاعي ما يلزقش في قلب الصاج. وجبت شكل تاني وعملته، وزي ما قلت لكم في أشكال كتير اللي انت حباه تعمليه. وده شكل كمان، أنا عملت يجي 4 أشكال أو 5، مش فاكرة.
هبدأ ان انا ادخل بقى الصواني بتاعتنا على درجة حرارة 180 او درجة حرارة متوسطة في الفرن. الفرن يكون شغال من تحت بس، البوتيفور ما بياخدش لون من فوق، بيبقى لونه ابيض كده، ما بيبقاش لونه احمر او متحمر زيادة عن اللزوم، ومن تحت بيبقى من تحت زي فوق. ده بيبقى شكل البوتيفور. دي شكل الصاجات بعد ما استوت. ساعة ما خرجت انا ما لمستهاش، سبتها لحد ما هديت تماما، وما بتلاقيش ولا حتة لازقة، ولا واحدة لازقة. شايفين الصاج ما شاء الله مفيش ولا واحدة فيه لازقة. دي علشان المسحة بسيطة اللي احنا عملناها بالزيت. البيتيفور بتاعي كده كله استوى، وما شاء الله كله واخد سوا واحد. بس الصاج الاخير ده اللي خد لون معايا شوية، يعني سهيت عليه فاخد لون معايا محمر شوية. والرسمة بتاعته ثابتة، مسحتش ولا اتغيرت، كل الرسومات زي ما هي ثابتة وزي الفل. ده شكل البيتيفور بتاعي بعد ما كله خلص خلاص. دي الكمية اللي انا عملتها، وما شاء الله طالع ممتاز، تسوية كويسة، مسحش، الرسمة زي ما هي. في بعض الناس اللي بتعمل بيتيفور الرسمة بتاعته بتسيح شوية، يعني ما بتبقاش زي ما هي. دلوقتي هبدأ ان انا ازين البيتيفور بتاعي. اول حاجة في التزيين ان احنا بنلزق كل وحدتين مع بعض. ممكن تلزقيها بالمربى او بالنوتيلا. انا جبت ماكس نوتيلا دي وقلت هلزق البيتيفور في بعضه بيها. انت حابة المربى مفيش مشكلة، هتلزق معاك وتبقى زي الفل. بحط حتة صغيرة من النوتيلا على البيتيفور، واقوم جايبة التانية لاختها بالظبط، واقوم جاية حطها عليها، ويبقى كده خلاص، تبقى كده تلزق مع بعضها على طول. انا مش هزين البيتيفور بالفارماسيه او الشوكولاته تاني او الحاجات دي، انا هزينه كده وبس. في ناس تانية حابه انها تسيح شوكولاته وتقوم جايبه البيتيفور وحطها في قلب الشوكولاته، وتجيب فارماسيه وتحطيها عليه، وانواع تانية من الزينه. انا ما حبيتش اعمل كده السنه دي. هبسيب لكم تحت في صندوق الوصف اللي حابب ان هو يزينه بالطريقه اللي انا بقول عليها دي. كنت عامله فيديو قبل كده وعامله فيه التزيين ده، تروحوا الفيديو وشوفوا التزيين عامل ازاي للي حابب ان هو يزين. انا كده خلصت البيتيفور بتاعي كله، لزقته في بعضه، مش هعمل فيه حاجة تاني الا كده، وهقدمه بالطريقة دي. شكله جميل، في ناس كتير بتاكله بالمنظر ده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدوسوا لايك، ولو اول مرة تزوروا قناتي اشتركوا في القناة وفعلوا جرس الاشتراك للكل علشان يوصلكوا كل وصفاتي. وتابعوني على قناتي على الفيسبوك اسمها مطبخ الندى للأكلات والحلويات مع نهلة سلمان. أتمنى أن يكون الفيديو عجبكم وما كنش طولت عليكم. وأي حد عايز سؤال أو عايز أي حاجة ممكن يكتب لي في التعليقات وأنا هرد عليه على طول إن شاء الله. كانت معاكم نهلة سلمان، أشوفكم على خير الفيديو القادم، مع السلامة.